الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حلوين معاكم فيديو جديد. النهاردة مع بعض هنشرح حرف الصاد. أول حاجة زي ما احنا متعودين كده، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بنقرأ حروف الهجاء كلها وبعد كده بناخد الحرف الجديد. أول حاجة كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم في رمضان، ورمضان كريم عليكم يا رب جميعا. يلا كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنقرأ حروف الهجاء أول حاجة قبل ما نخش على الحرف الجديد زي ما احنا متعودين يا حلوين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ الحروف مع بعض. يلا: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال زال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شطار يا حلوين. يلا كمان مرة عشان اسقف لكم تاني: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شطار يا حلوين. يلا بينا النهارده هناخد حرف الصاد. النهارده معانا حرف الصاد، يلا بينا نشرحه. يلا مع بعض يا حلوين، النهاردة هنشرح مع بعض حرف الصاد. ده كده مع بعض شكل حرف الصاد، ده كده شكل حرف الصاد. أول حاجة هناخد أشكال الحرف. معانا ايه؟ 4 أشكال: الصاد بالفتحة والصاد بالكسرة والصاد بالضمة والصاد بالسكون. وهناخد على كل حرف الأمثلة بتاعته زي ما احنا متعودين، ونكتب الحرف وبعد كده هنلون الحرف آخر مثال معانا. يلا يا حلوين، أول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم. معانا حرف الصاد بالفتحة: صاد فتحة صا صاد فتحة صا صاد كسرة صي صاد كسرة صي صاد ضمة صو صاد ضمة صو صاد سكون أص. يلا صاد فتحة أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد فتحة صا صا صقر صبي صاروخ. يبقى صاد فتحة صقر صبي صاروخ. يبقى صاد فتحة صقر صبي صاروخ. صاد كسرة صي صاد كسرة صي صغار صينية صينية اللي احنا بناكل عليها. صاد كسرة صي صغار صينية. يبقى معانا صاد فتحة صا صقر صبي صاروخ صقر صبي صاروخ. صي صغار صينية. صاد ضمة صورة صندوق صقور صورة صندوق صقور. صاد سكون غصن أصفر مصباح غصن أصفر مصباح. ماشي يا حلوين، احنا كده خدنا أشكال الحرف اللي هم 4. يلا بينا نكتب حرف الصاد. ده كده معانا السطر، ده كده معانا السطر اهو، ده كده معانا السطر. تمام. اول حاجة ايه؟ هنجيب سن القلم كده من فوق السطر، وهنعمل ايه؟ الشرطة مايلة فوق السطر، وبعدين نمشي كده على السطر. تمام. يبقى شرطة مايلة فوق السطر ومشينا على السطر، وطبق صغير، لا طبق كبير شوية تحت السطر. يلا كمان واحدة: شرطة مايلة فوق السطر ونمشي بيها على السطر كده، وبعدين طبق تحت السطر. يلا كمان واحدة: شرطة مايلة فوق السطر ونمشي بيها على السطر وطبق تحت السطر. ده كده حرف الصاد. معانا التمرين دوت تلوين الحرف، انا سبته لكم انتوا لونوه بقى. انتوا بقى كده لونوا حرف الصاد، اللي بيحب كل واحد بيحب لون معين يروح يلونه بيه. معانا اول حاجة الصاد في اول الكلمة، ده شكل حرف الصاد في اول الكلمة، والصاد في وسط الكلمة، والصاد في اخر الكلمة. يلا بينا نتعلم. الصاد في اول الكلمة، ده شكل حرف الصاد في اول الكلمة. طب ايه مثل اللي انت عاملاه ده هنا؟ ده معناها ديت الايد، يعني ده حرف الصاد وماسك كده مشبك كده في الايد هنا، يعني معناه بعديه حرف. مش يا حلوين؟ يعني زي مثلا كلمة صقر، الصاد هنا فين؟ في اول الحرف. الصاد هنا اهي في اول الحرف، ده الصاد في اول الحرف،
والايد اهيت، الايد دي معناها ان هو ماسك في حرف، هو هنا ماسك في حرف الايه؟ حرف القاف. طب كلمة صدر، كلمة صدر اللي هو القفص الصدري بتاعنا، العظم ده، الصدر دي، الصاد، الصاد معانا الصاد اهو، الصاد ديت برضو الايد بتاعتها، ما احنا قلنا بقى في اول الكلمه بتبقى ده منظرها الصوت كده، ودي الايد بتاعتها، يعني الايد بتاعتها هنا يعني هنا ماسكه فيها حرف، ادي حرف الصاد اهو، هنا ماسك فيها حرف الدال. طب كلمه صدفه، صدفه اللي احنا بنلاقيها على البحر لما نروح نصيف، الصدفه ادي حرف الصاد، وهنا ماسك فيها ايه؟ الايد دي حرف الدال برضو. طب تاني مثال معانا الصاد في وسط الكلمة، الصاد في وسط الكلمة، ده شكل حرف الصاد في وسط الكلمة. طب في النص بيبقى ليه ايدين، في وسط الكلمة بيبقى ليه ايدين، هنا ايد وهنا ايد. يعني هنا ايد يعني قبليه حرف وبعديه حرف، عشان هو كده جاي في النص. يبقى دي كده الصاد في وسط الكلمة يا حلوين. الصاد هنا في وسط الكلمة لها ايدين، هنا الايد ديت معناها ان في حرف قبله، هنا في حرف بعده. زي ايه يا مس؟ زي كلمة حصان، زي كلمة عصفور، زي كلمة مصر. كلمة حصان ليها ايدين، ادي حرف الصاد وليها ايد هنا وليها ايد هنا. طيب الايد اللي هنا اهي، ادي حرف الصاد اهوت، وادي الايد هنا وليها ايد هنا. طب الايد اللي هنا يا مس ماسك فيها ايه؟ حرف الحاء. طب واللي هنا ماسك فيها حرف الالف، ادي كلمة عصفور، ادي حرف الصاد اهو، ده كده حرف الصاد. طب هنا الايد اللي هنا ماسك فيها حرف العين قبله وحرف الفاء بعده. كلمة مصر، حرف الصاد قبليه ميم بعديه راء، يبقى معناه ان حرف الصاد ده ماسك في حرفين، الحرف اللي قبله ميم واللي بعديه صاد، يبقى كده جاي في وسط الكلمة. شايفين شكله بيبقى عامل ازاي؟ طيب والصاد في اخر الكلمة، ادي الصاد في اخر الكلمة بيبقى قبليها ماسك فيه حرف، ادي الحرف القاف. طب كلمة ايه؟ قرص او قرص زي ما تقرأوها، القرص، قرص اي حاجة مثلا، ادي حرف الصاد، ادي قبليها حرف، ممكن يبقى شكله كده لو الحرف اللي قبله ما ينفعش يمسك فيه. طب وكلمة قفص برضو ادي حرف الصاد في اخر الكلمة. معانا اخر مثالين وبكده نكون خلصنا النهاردة شرح الحرف. معانا النهاردة هنحط دايرة هنا، بنقول ايه؟ ضع دائرة حول حرف الصاد، هنحط دايرة حوالين حرف الصاد، هنحط دايرة حوالين حرف الصاد. تعالوا نقرأ كده الأول. احنا معانا كلمة ايه دي؟ كلمة صحراء وكلمة صخرة وكلمة حصان. أنا عايزاكم دلوقتي توقفوا الفيديو وتحلوا انتوا السؤال ده، تقولي فين حرف الصاد وتعملوا عليه دايرة. يلا بينا نحل مع بعض السؤال. طيب يلا، حرف الصاد ادي معانا حرف الصاد اهوت، تمام. هنا حرف الصاد في أول الكلمة، ادي حرف الصاد في أول الكلمة، ماشي. كلمة صخرة حرف الصاد في أول الكلمة برضو. طب وكلمة حصان حرف الصاد في وسط الكلمة. هنا بقول ايه؟ صل الحروف، هنوصل الحروف. تعالوا نقرأها الأول، يلا بينا نوصل الحروف. ادي حرف الصاد، صاد، حاء، ألف، حاء، باء، وهنا صاد وحاء وباء. يلا نوصل الحروف. احنا هنا معانا حرف الايه؟ الصاد، هنا معانا حرف الصاد تاني نوصله بحرف الصاد هنا؟ لا، يبقى دي حرف الصاد بس. طيب، طب هنا معانا حرف الايه تاني موجود، هنا حرف الحاء اهو، ده شبهه يا ميس اهو، حرف الحاء. طيب ومعانا حرف الحاء كمان اهو موجود هنا، يبقى معانا هنا 2 حاء نوصلهم بالحاء دي. ومعانا حرف الباء. ماشي يا حلوين، وبكده نكون انتهينا من شرح الحرف النهارده. ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله هنزلكوا فيديوهات جميله جدا وتستفادوا منها اكبر استفاده باذن الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان الدعم، عشان ان شاء الله اقدر اكمل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.